ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم زي الفل. الفيديو بتاع النهارده هكلمكم عن اكتر الحاجات اللي بتسأل فيها برايفت، وهي غلطات حمام الزيت. في الفيديو هقول لكم ايه الغلطات اللي وقعنا فيها، وايه الحاجات اللي ممكن نكون بنعملها بتبوظ حمام الزيت خالص. هقول لكم كمية الزيوت اللي بنحطها اصلا على شعرنا، لان في ناس بتأفور قوي في الكمية وبتكتر، وده اساسا غلط. هقول لكم على الحاجات اللي المفروض نعملها بعد وقبل، وحاجات تانية كتير. فتابعوا الفيديو لو حمام الزيت بيجيب معاكم نتيجة سلبية. اول حاجه وهي اني لازم ابقى فاهمه شعري. انا عارفه ان الموضوع ده صعب، بس انا لازم ابقى فاهمه شعري وعارفه هو عاوز ايه. يعني مثلا انا شعري نوعه فروته دهنيه، بس هو نفسه جاف. فانا ببقى متحيره، يعني انا مش عارفه استخدم ايه. استخدم شامبو ينظف فينشف الشعرايه، ولا استخدم شامبو ما ينضفش اللي هو ما فيهوش سلفيت عشان اخاف على الشعرايه. فانا لازم ابقى فاهمه نوع شعري. انا كجاكلين بستخدم شامبو فيه سلفيت على فروه الراس بس، وبستخدم ديب كونديشنر بيبقى بزبده الشيا مثلا او بزيت الارجان للشعرايه، بحيث ان انا فاهمه ان الفروه عايزه تنضف والشعرايه عاوزه تترطب، فبدي للفروه اللي ينضفها وبدي للشعرايه اللي يرطبها. كده يبقى انا فهمت نوع شعري. تاني حاجه مساميه الشعر. ايه هي مساميه الشعر؟ ودي الاهم بالنسبه لنا في نقطه حمام الزيت. مسامية الشعر هي فكرة ان لو الشعراية دي زي نوع قماش معين، هتمتص قد ايه من المية، هتمتص قد ايه من المرطبات والزيوت اللي انا هحطها عليها. فانا بسأل شعري انت مساميتك ايه، يعني هتمتص انهي انواع زيت، وفي انواع انت مش هتمتصها هتسيبها من بره. طب انت هتمتص ايه؟ انا عاوز اعرف انا شعري هيمتص قد ايه زيت، وبيمتص انهي انواع زيت. موضوع المسامية سهل جدا. كوباية مية نظيفة، يعني مية معقمة أو مكترة أو مية فلتر، وتكون فترة لا هي مغلية ولا هي مش مغلية، مية عادية خالص درجة حرارة الغرفة زي ما بيقولوا. بعد الشاور روتين بتاعنا واحنا بنسرح فيه شعر بيقع، هناخد شعراية منه تكون طويلة، يعني على قد ما نقدر تكون من الجدر، ونحطها في الكوباية من 3 ل5 دقايق. هنشوف الشعراية راحت فين. لو الشعراية فضلت فوق، دي معناها ان الشعراية ما امتصتش كمية مية كتير، وان مساميتها منخفضة، يعني هي هتمتص انواع الزيوت الخفيفة قوي. والزيوت دي ممكن تبقى زي زيت الجوجوبا، زي زيت الارجان الخفيف المخفف، زي زيت اللوز الحلو، زي زيت بذور العنب. دي زيوت خفيفة ينفع احطها على الشعر كله بما فيه الجذور. تاني نوع، لو الشعراية وقعت تحت في القاع، دي معناها انها شربت كمية مية كتير جدا وبالتالي تقلت فسقطت تحت، ودي بنسميها مسامية عالية، يعني بتتشرب اي حاجة من الاخر. لو حطيتوا عليها زبدة تقيلة هتمتصها، هي متقبلاها ومتفهماها، وعندها خرام كتير في الشعراية نفسها اللي هي دي اسمها مسامية، مسام ومسام 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 ومسام، هتقدر تمتص اي حاجة تحطيها، عكس المسامير المنخفضة. تالت نوع وهي الشعرايه اللي تقف في النص، شربت شويه ميه بس مش قادره تتقل لدرجه انها تنزل للقاع خالص، بتقف في النص، بيليق عليها انواع زيوت كتيره، جوز الهند، زيت زيتون، اي حاجه مساميتها متوسطه. كل طبعا الحاجات بتاعت المساميه المنخفضه زي بذور العنب والجوجوبا والارجان واللوز الحلو. فبالتالي كده احنا عرفنا كل انواع الزيوت اللي تليق على كل المساميات. بس لازم زي ما اخترنا نوع الزيت اللي يليق على شعرنا، نختار نوع البراند، ودي خطأ اتنين. الخطأ التاني هو ان انا بروح اشتري من اي عطار. انا ما عنديش مشكله مع العطارين، في عطارين بيبيعوا حاجات حلوه جدا، بس انا عندي مشكله مع الزيوت الصناعيه، عندي مشكله مع الزيوت السايبه. وقلت لكم قبل كده تعالوا نقنع، ثمره جوز الهند الواحده بتبقى بشيء وشويات، وبتطلع كميه زيوت قد كده اهو، شويه صغيرين قوي. وفي نفس الوقت تروح الناحيه التانيه تبص تلاقي كيلو زيت جوز الهند ب 25 جنيه ولا ب 30 ولا حتى ب 80، كميه كبيره بسعره قليل. لا، دي مش مظبوطه. تالت غلطة بنقع فيها وهي ان احنا بننسى ندفي الزيت قبل ما نستخدمه. الزيت قوامه بيبقى تقيل، لما بندفيه قوامه بيخف. يعني لو هو مثلا على المعلقة صلب زي زيت جوز الهند، لما بنعمل له حمام مائي بيخف خالص وبيبقى شبه المية او اتقل من المية حاجة بسيطة. انا عاوزة الزيت في اخف مرحلة ليه، وهفضل وانا بعمل حمام الزيت اكون حاطاه في حمام المية الساخن ده، بحيث انه يفضل سايح وشعري يمتصه وجذور شعري تمتصه، عشان ما يعمليش القشرة اللي هتسبب بعد كده لتساقط، علشان الشعر مش واصل له هواء ومكتوم يا عيني، او ان الشعر نفسه ملبك ومش لامع كده وما فيهوش حيويه، لان الشعره مش عارفه تمتصه. فلازم ندفي الزيت قبل ما نستخدمه.
وبعد ما نعرف نوع شعرنا ومسامية شعرنا وايه الزيوت اللي بتليق علينا، لازم جدا نبقى عارفين ان مش اي زيت ينفع يتحط على الزيت التاني. الزيوت انواع كتيرة، في زيوت ناقلة وزيوت مش ناقلة، فاحنا بنبقى عاوزين نفهم ايه الزيت اللي ينفع ينقل لنا فوائد زيت تاني، ايه الزيوت اللي ينفع تتحط على بعض. في زيوت ما ينفعش تتعرض للضوء، وفي زيوت ينفع تتعرض. في زيوت بتتحفظ عند درجة حرارة قليلة يعني في التلاجة، وفي زيوت تانية لأ عند درجة حرارة الغرفة. في زيوت ينفع نعمل لها حمام مائي وينفع ندفيها، في زيوت تستخدم كليف ان، وفي حاجات تانية لأ بس كحمام زيت. في زيوت غالية بنستخدم منها نقط بسيطة لفروة الراس عشان ننبت شعر. في زيوت ينفع نرطب بيها الشعر، وانا ان شاء الله في اقرب فرصة هعمل لكم فيديو عن كل المواضيع ديت. رابع غلط وهي كمية حمام الزيت اللي احنا بنستخدمها. انا يا جماعه شفت ناس، او في ناس قالت لي انها بتستخدم كميه زيت كتيره قوي قوي قوي. يا جماعه ده انا شعري كله بياخد بالظبط بكتير قوي 10 مللي. ممكن تعملوها على معيار سرنجه بالحقنه ونجيبها ونشوف هتاخد قد ايه. دي حاجه مهمه جدا، ما ينفعش ناخد كميه زيت كتيره عشان مش يعني، تخيلوا انتوا جعانين هتاكلوا بمقدار طبق، مثلا جبت لكم 10 اطباق هتاكلوا طبق، كبركوا طبق ونص، طبقين لو جعانين قوي كان هتاكلوا ال10 اطباق. هتسيبوا ال10 اطباق لغايه لما يبوظوا بقى، او لغايه لما تجوعوا تاني. هي دي نفس فكره الشعر، اديله حسب احتياجه. انا هدي شعري مثلا 10 مللي علشان هو بيحتاج ال10 مللي، هوزعهم وافرق كده وادخل هنا نقطتين واعمل المساج بتاعي واوزعه في كل حته، ووزع على الشعر وعلى الاطراف، واحافظ عليه باكبر قدر ممكن. ان انا ما اهدرش كميه زيت او ما اخليهوش مزيت، انا يا دوبك بس بمسي كده بالزيت على كل الشعر. خامس غلط، ناس بتكسل تعمل المساج لفروة الراس. يعني ايه ما تعملوش مساج لفروة الراس؟ مش فاهمة. انا اصلا من غير ما استخدم الزيت بقول لكم نعمل انفرجن ميثود ونعمل المساج علشان نوزع الزيوت الربانية اللي ربنا بيديها لنا في فروة راسنا. يعني انا بطلب ان المساج يتعمل على طول عشان ما نخليش الزيوت تبقى متراكمة في مكان تعمل قشرة وباقي الشعر ما يستفادش بيها. فدايما بنعمل مساج، فتبقوا بتعملوا حمام زيت وتحطوا الزيوت من غير ما تعملوا مساج. سادس حاجة غلط وهي ان احنا بننسى بعد ما نعمل حمام الزيت ان احنا نلفه في حاجة تكون بلاستيك، بعد كده مايكرو فايبر، عشان نحفظ درجة الحرارة، لان احنا حاطينه دافي. نحفظ درجة الحرارة وما نتعرضش لحاجة فيها تراب فيها هواء فيها بخار، لان الزيت مادة لازقة كده هتلضم اي حاجة. يعني ما ينفعش مثلا اعمله واقوم اكنس شعري، هيلم التراب اللي انا هكنسه. لازم الفه كويس او في كيس بلاستيك الاول، بعد كده اي فوطة مايكرو فايبر، بحيث ان انا احتفظ بيه في مكان ما يطربش، وفي نفس الوقت احافظ على درجة الحرارة بتاعته عشان ما يسقعش، لانه لو سقع او جمد هو هيجمد في شعري فشعري مش هيمتصه. فنرجع برضو الفكرة الاولانية، قشرة ودهون وشعري يقع. فلازم ادفي الزيت كويس جدا والفه ضد اي تراب. حاجه بقى مهمه جدا، بنفتكر ان احنا لما بنيجي نعمل حمام الزيت مثلا، اولا في ناس بتكسل تعمل مساج، وفي ناس بتقول انا هعمل مساج لما اعمل حمام الزيت بس. يعني لو عملت حمام الزيت يوم الاحد هعمل مساج وشكرا. غلط. انا حمام الزيت ده بيفضل موجود في شعري طول الاسبوع، بيبقى محتاج مني مساج مرتين 3 على الاقل في الاسبوع، علشان دايما الزيوت اللي بتفرزها فروه الراس على الزيوت اللي انا بحطها ابقى بوزعها بشكل مستمر، فما تقعدش في حته معينه وتعمل لي القشره اللي احنا كلنا بنشتكي منها. اخر حاجه بقى وهي ان احنا بننسى نستخدم شامبو يكون فيه سلفيت. واحنا بنعمل حمام زيت لازم نستخدم شامبو فيه سلفيت. شامبو من غير سلفيت يعني شامبو ما بينضفش، واحنا بنحط زيت وعاوزين ننضفه وندوبه، فلازم لازم لازم نستخدم شامبو يكون فيه سلفيت. ونصيحه من اختكم جوكا، لما تستخدموا الشامبو بتاعكم اعملوا فيه رغوه، بمبدا ان لما بيبقى عندنا طبق فيه زيت بنبقى عايزين فري يعمل رغوه كتير. فاحنا نفس الموضوع، شعرنا فيه زيت فعاوزين الشامبو يعمل رغوه كتير، فندوب كميه من الشامبو على كميه من الميه ونعمل منهم رغوه كبيره ونبدا نابلاي على شعرنا، او نحط شويه شامبو في كف ايدينا ونفركه جامد مع الميه لغايه لما يعمل شويه رغوه، وبعدين ادخله لفروه الراس واقعد اعمل تنظيف ومساج عشان اشيل كل الزيوت الزياده، لان اكيد مش كل الزيوت هتتشال، في شويه بيفضلوا قاعدين. عشان كده بقول لكم نعمل لهم مساج طول الاسبوع. لو في غلطه من الغلطات دي انتوا بتعملوها، اعرفوا ان حمام الزيت مش هيظبط معاكم، فركز قوي واحنا بنعمل حمام الزيت عشان في حاجات بسيطه قوي بتوقع مننا الافكت بتاعه كله.
بس كده انا خلصت. اتمنى تكونوا انبسطتوا واستفدتوا. لو عندكم اي حاجه بتفرق معاكم اكتبوها لي او ابعتوها لي على الانستا. اشوفكم فيديو جديد، وما تنسوش تتابعوا الانستا وتسيبوا لي كومنت لو حابين. باي باي.